تخيلوا لو حد قال لنا إن العالم على وشك يتغير تماماً سنة 2026. النهاردة هنشوف مع بعض مجموعة من التنبؤات المذهلة اللي انتشرت بشكل رهيب، وبترسم صورة بصراحة مقلقة جداً للمستقبل القريب. المصدر بيبدأ بالجملة الصادمة دي عشان يحدد من الأول حجم الكارثة اللي بيتكلم عنها، يعني سقف التوقعات عالي جدا. طيب إيه هي الأحداث دي اللي بيقولوا إنها ممكن تغير شكل العالم؟ يلا بينا نشوف. أول محطة لينا في الرحلة المؤلقة دي هتكون في الولايات المتحدة. المصادر هنا بتتنبأ باضطرابات عميقة، يعني كلام عن هزات عنيفة ممكن تحصل لأركان الدولة نفسها. الموضوع مش مجرد حدث واحد وخلاص، لا، الفكرة هنا إنها سلسلة أزمات هتحصل في نفس الوقت، وده بحسب المصدر هو اللي هيسبب تراجع مكانة أمريكا كقوة اقتصادية وعالمية. وهنا بقى ندخل في التفاصيل اللي بتقلق بجد. فالتنبؤ مش كلام عام وخلاص، لا ده بيحدد بالظبط ايه اللي هيسبب الانهيار ده. بيتكلم عن كوارث طبيعية، انفجارات، وحتى تحولات اقتصادية عنيفة. لكن الموضوع شكله مش هيوقف عند أمريكا بس. الرؤية بيقدمها المصدر بتوسع الدايرة عشان تشمل العالم كله، وهنا الأمور بتتحول لفوضى عالمية شاملة. تخيلوا معايا بس عالم من غير كهرباء، مش ساعة ولا اتنين، لا 10 أيام كاملة. ده هو التنبؤ الصادم اللي بيقوله المصدر. حدث زي ده كفيل إنه يشل حياتنا زي ما نعرفها تماماً. طيب، في وش الكارثة المحتملة دي المصدر بيقدم نصيحة غريبة في بساطتها: اشتروا الشموع. جملة بسيطة جدا بس بتخض. ومن الفوضى العالمية دي بنروح للغوص شخصي شوية، بيخص واحد من أشهر شخصيات عصرنا، إيلون ماسك. المصدر هنا بيتنبأ بمصيرين والاتنين عكس بعض تماما. فيا إما هيختفي تماماً من الحياة العامة ومحدش هيسمع عنه حاجة، أو وهنا الموضوع بياخد منحنى أغرب، هيسلم كل شركاته لكيان جديد، والمصدر بيرمح إنه ممكن ما يكونش من كوكبنا أصلاً. والقائمة لسه مكملة. التنبؤات الكارثية بتيجي ورا بعضها بسرعة: كوارث بيئية، حرائق ضخمة أو بيئة جديدة، وحتى تحولات اجتماعية بتحصل بالقوة. بعد ما أخذنا جولة عالمية، بنركز دلوقتي على منطقة معينة. المصدر بيقول إنها هتكون مركز لبعض من أعنف الأحداث دي، وهي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حجم الاضطرابات اللي بيتكلموا عنها هنا ضخم جدا. احنا بنتكلم عن إعادة رسم خرائط دول بالكامل، حروب إقليمية بتولع، وحتى جماعات إرهابية كنا فاكرينها انتهت بترجع تظهر تاني. بس التنبؤات مش سياسة وحروب بس، لا، دي بتدخل كمان في الحياة الشخصية للمشاهير، وبتكشف عن تغييرات كبيرة في عالم الفن والرياضة. نبدأ بعالم الأدب، والتنبؤ هنا هو الكشف عن زواج سري للكاتب المصري أيمن بهجت قمر. طبعا خبر زي ده لو حصل هيعمل ضجة إعلامية كبيرة. أما بالنسبة للنجمة ياسمين عبد العزيز، فالكلام عن نجاح مهني كبير لمسلسل ليها، لكن المفاجأة الأكبر زي ما بيقولوا هتكون في حياتها الشخصية مع علاقة جديدة وما حدش يتوقعها. وشكلها كده سنة العلاقات المفاجئة. نفس الكلام تقريبا بيتقال عن الممثلة نيلي كرم. علاقة جديدة هتظهر فجأة وتولع السوشيال ميديا. ونرجع تاني للسياسة، بس المرة دي من باب الفضايح. التنبؤ هنا بيتكلم عن تسريب فيلم فاضح لرئيس دولة سابق، فضيحة يعني بكل المقاييس. والقايمة لسه فيها كمان كلام عن وفاة مفاجأة لمطرب شاب والناس كلها بتحبه، وانفصال مفاجئ لممثل تاني برضه محبوب جدا. وفي الرياضة، وصول منتخب أفريقي لنهائي كأس العالم. طيب لما نجمع كل ده على بعضه، من انهيار دول عظمى حتى فضايح المشاهير، الصورة اللي بتترسم قدامنا واضحة جدا. سنة 2026 هتكون سنة تغييرات عنيفة ومحدش شاف زيها قبل كده. يمكن أحسن تلخيص للنظرة التشاؤمية دي كلها يجي من المصدر نفسه، اللي بيقولها بصراحة ومن غير لف ودوران: أنا غير متفائل بسنة 2026 أبدا. وفي الآخر، سواء التنبؤات دي طلعت صح أو غلط، بيفضل فيه سؤال مهم: إيه اللي بيخلينا ننجذب أصلاً للرؤى المستقبلية اللي بالقتامة دي؟ هل هي بتعكس مخاوف جوانا فعلاً، ولا مجرد حكايات مثيرة بنحب نسمعها؟